أنا إيمي الشريف ودي وصفتي النهاردة لحمة بفتيك بالبصل بطريقة سهلة ولذيذة وناجحة جدا. بصوا القطع دايبة دوب ومستوية خالص وفي نفس الوقت مخدتش وقت ولا تعب ولا مجهود. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب على قناتي على اليوتيوب إيمي الشريف، وأهم حاجة تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا. بصوا قطع البفتيك انا برصها جنب بعضها كده. انا مسويها حلوة قوي بالبصل وحاطه لها توم وملح وفلفل وحبهان وورق لورا، فطلعت تحفه. مش عايزه اقول لكم مستويه وفي نفس الوقت طعمها حلو قوي. وطبعا التوابل مش حاطه كميه كبيره عشان ما تبقاش يعني تخبي طعم اللحمه، فطعم اللحمه هو اللي باين في الوصفه. الطريقة سهلة قوي، فيها كام تريكة صغيرة، المهم ناخد بالنا واحنا بنعملها فهتطلع الوصفة تحفة زي ما انتوا شايفين. الفكرة الأساسية ان انا هسفح اللحمة في الأول، وطبعا الطبق وانا بحطه هنا بجرنيشه بقى بقطع فلفل. عندك طماطمايه ممكن تعملي على شكل وردة، عندك تجرنيشي بقدونس، ما تقطع قطع صغيرة المتاح عندك. انا في مرات بحط طبقة من الجرجير والبقدونس وبعد كده احط عليها البفتيك، بتبقى حلوة قوي وفي نفس الوقت يعني يعتبر كأني حاطة جزء من طبق السلطة تحت اللحم. بصوا مستوية تحفة، ومفيش قطعة فيها مش مستوية ولا مش اخدة تسوية مظبوط، لان انا سفحت كل القطع قبل ما اقوم بعملية التسوية بتاعتها. انا مقطعها حجم مش كبير قوي ولا صغير، حجم متوسط. بصوا، بصوا الشوكة بتدخل فيها بمنتهى السهولة وفي نفس الوقت لونها حلو، خطيرة. هجيب طاسة كبيرة او صينية واحط معلقة سمنة نوع يكون حلو، واسيح السمنة خالص بحيث درجة حرارة الطاسة بتاعتي تبدأ ترتفع. مهمة قوي الخطوة دي. وبعد كده انزل بقى لو عندي فصوص مستكة هحط 3 4 فصوص. بعد كده بنزل بقى بقطع اللحمة بالشكل ده كده، بحيث كل قطعة تبقى نازلة في السمنة على طول بشكل مباشر او على الطاسة السخنة بشكل مباشر. طبعا هي اول ما بتنزل بتبدأ يعني حجمها يكش سنة وفي نفس الوقت لونها يتغير. ده اللي انا عايزاه علشان تتسفح وتقفل المسام بتاعتها. انا مش حابة ان هي تنزل ميتها في المرحلة ديت، انا عايزاها بس ان هي تبدأ تغير لونها. بحط في الفراغات، ما بحاولش احط قطع فوق بعضها، وببدأ اقلب وبعد كده ممكن اضيف بقية الكمية اللي متاحة عندي بالشكل ده كده. بصوا ببدأ اقلبها بقى واحدة واحدة كده. على فكرة ملهاش علاقة خالص ان انا مستخدمة طاسة بتلزق ولا لأ، هي كده كده بتتقلب مجرد ما تبدأ تغير لونها. لو انا جاية بقلبها ولقيت في قطعة مش هتتقلب معايا يبقى اعرفي ان هي لسه ما غيرتش لونها للون الحلو الفاتح ده. لو في حتتين على بعض بصوا بفصلهم بقى. بصوا انا بوريكم اللون تحفة. بصوا طبعا مهم قوي تختاري نوع كويس من اللحمة، يعني جودته حلوة كده. انا عايزه اقول لكم ريحتها تحفة دلوقتي وهي بتستوي وهي لسه ما كملتش سواها. بفضل بقى اقلب فيها زي ما قلت لكم من فوق ومن تحت كده لحد ما كل قطعة تاخد اللون الحلو ده. ويا ريت كمان تدخل على اللون الذهبي، يعني تبدأ في اجزاء منها كده تتسفح وتدخل على اللون الذهبي كده. الخطوات دي ما خدتش على بعضها 5 دقايق على فكرة. بدأت بقى تنزل يعني شوية من ميتها كده. في المرحلة دي هديها بقى معلقة سكر. انا زي ما احنا متفقين اي تسوية لحمة بصراحة انا بحط معلقة سكر كده، وبحط بقى فلفل اسمر. انا بحط كمية، يعني بحط كمية محترمة، وبحب استخدم فلفل اسمر مش الفلفل الابيض. بحط حبهان وورق لورا بس كمية صغيرة ويكونوا مطحونين. ما بحبش احط اللي هي قطع مصححة دي، انا بحب احط كل المكونات بتاعتي تكون مطحونة. بحط بقى معلقتين بصل برضو مبشورين، مبشورين ناعم على فكرة كمان مش حتى خشن. والبصل ممكن كنت احطه في الخطوة الاخيرة خالص بس انا عايزاه احطه من دلوقتي كده عشان يعني يختفي في وسط الوصفة. وعليها معلقة توم صغير. بدي بقى تقليبة لكل المكونات الحلوة دي مع بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا هنا بقى في المرحلة دي ممكن اقلب عادي مش قطعة قطعة، لان هي كل قطعة خلاص غيرت لونها بالشكل ده. طبعا الكاتل بتاعي مجهزة كمية مية فيه سخنة.
بديها بقى كمية المية اللي انا شايفة ان هي تكفي لعملية التسوية، وبخلي النار فوق المتوسطة، ولا هي عالية قوي ولا هي ضعيفة قوي، وبسيبها بقى تعيش حياتها مع التسوية لحد ما ياخد الشكل النهائي. بحط الملح، وبعد كده ببدأ اوريكم التقديم بتاعها. انا بسيبها لحد ما المية تنشف خالص، يعني بفضل مغطياها لحد ما تدخل في التسوية وتستوي، وبعد كده ابدأ اشيل الغطا لحد ما المية تنشف. لو مرات انا عايزة بيبقى معاها صوص خفيف كده يتاكل مع الرز او حاجة، يعني بوقف التسوية لحد كمية الصوص اللي انا عايزاه. بس انا المره دي جايه على بالي كده انا عايزاها ناشفه خالص. طبعا عايزه اقول لكم هي فيها البصل على فكره اللي احنا حطيناه، بس هو مش باين خالص لان زي ما انا قلت لكم انا حطاه مبشور خالص ناعم. وده انا جاي على بالي ان انا عايزه البصل ما يبقاش باين. مرات بعمله جوانح وبيبقى باين في الوصفه، يعني حسب اللي انا عايزاه. بصوا، طبعا ما خدتش وقت خالص على فكره، ما خدتش 45 دقيقه على النار، لان هي زي ما قلت لكم طازه وفي نفس الوقت حته حلوه، فبالتالي بتستوي بسهوله. بجرنش بقى فلفل اخضر، يعني انا هحط قرن على بعضه كده او قرنين بحيث اكسر اللون. وكده الوصفه بتاعتي خلصت تحفه، مع رز ابيض، رز بالشعريه، مع طبق خضار، سندوتشات على فكره لحمه محمره كده بتبقى تحفه، الولاد بيحبوها. المتاح عندك هيبقى كل الاشكال تحفه. يا ريت تجربوها وتقولي رايكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد.